ازيكم يا جماعة؟ معاكم مهندس أحمد من قناة حليم تك. تعالوا النهاردة بقى نتكلم على برنامج. احنا كنا قبل كده في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا على برنامج الرفس، وازاي ان احنا بنقدر نحط الويندوز على الفلاشة عن طريق البرنامج. تعالوا النهاردة بقى نتكلم على البرنامج كيمو يو اس بي. البرنامج ده عشان نقدر نختبر بيه الفلاشة، هل هي الفلاشة اتحط فعلا عليها ال الويندوز بتاعها اللي احنا كنا اوريدي بنحطه عليه ولا لا. طيب، كل اللي احنا بنعمله ان احنا هنفتح البرنامج ده من هنا، والبرنامج ده فيه كذا طريقة عرض. يعني ايه؟ يعني بيجرب لي في اسطوانة، بيجرب لي ايزوهية لو هي قبل التسطيب، بيجرب لي هارد او اي حاجة يو اس بي، بيجرب لي ايمج يعني صورة. طيب، انا النهاردة ده كده بيعمل كأنه جهاز كمبيوتر بتقدر تسطب عليه الويندوز، بس بتجربها قبل ما تسطبها. وده طبعا بيفيد جدا، لان انا بعد ما اجهد نفسي واشيل الويندوز اللي عندي وبعد كده اجي احط الاقيها مش شغاله، لا، انا من البدايه بشوف الويندوز اللي انا هحطها دي صالحه فعلا وشغاله وينفع تتسطب وللاخر هتكمل ولا لا. فبكل بساطه انا كل اللي انا هعمله هفتح البرنامج، وانا انا حاطه فلاشه في الجهاز دلوقتي هي اللي عليها الويندوز، فهخش على اتش دي دي، فهو اوتوماتيك اول ما دخلنا جاب لي الفلاشه اللي موجوده في الجهاز او الهارد اللي موجود في الجهاز. اختار اختيار الفلاشه، وهعلي مساحة الرام شوية، لأن دي المساحة اللي الرام بيحجزها لي من الرام عشان أقدر يعمل فيها العملية بتاعته دي. هعلي مساحة الرام شوية، انت بقى على حسب الرامات بتاعتك. يعني انا مثلا عندي رامات 8، فانا اديتها 1 جيجا وقلت عشان خاطر تبقى الدنيا مظبوطة وشغالة سريع. هدوس على ستارت كيمو دي، هيفتح هيفتح كده بالشكل ده. ده كده فتح لي الويندوز اللي على الفلاشة. هدخل انا عشان الفلاشة عندي حاطط عليها كذا نسخة ويندوز، فهدخل عليها، استنى يحمل. هو جاب لي كل الاوبريتنج سيستمز اللي انا حاططها. يعني انا مثلا حاطط ويندوز 10، ويندوز 11، ويندوز 7، وويندوز اي اي او اللي هي الاول ان وان في الويندوز. دول انا حطيتهم عندي على الفلاشه. ولو دوست مثلا على ويندوز 7 لايت دي، هيبدا ان هو يحملها لي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده عشان يبدا يسطبها. طبعا البرنامج ده بيسهل عليا كتير جدا، بدل ما انا مبدا ان انا اسطب من اول وجديد وابوظ الويندوز اللي اوريدي عندي. هشتغل بيها لغايه مؤقتا، لغايه ما انا ما اتاكد الاول قبل ما اسطب الويندوز، هل الويندوز اللي انا هشتغل بيها دي شغاله ولا لا. طبعا بكل بساطه انا قفلت البرنامج عادي جدا. فالبرنامج ده زي ما انتم شايفين كده، انا ان شاء الله هسيب لكم رابط تحميله في صندوق الوصف. ولو في اي برنامج انتم محتاجينه او في اي استفسارات بخصوص البرنامج ده، تقدروا تكتبوا لي في الكومنتس. كان معكم مهندس احمد من قناة حليم تك. متنسوش بقى لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وتعملوا شير كتير على قد ما تقدروا. شكرا ليكم والى اللقاء.